شغل الاسكان بتبقى التشطيب بتاعها مش مظبوط، تشطيب اي كلام. طبعا الشقه دي فريده كده من نوعها اللي هي هيكون فيها شغل. طبعا احنا عملنا فيها خشب، جبنا السعودي الأوض كلها هنا ماركين خشب. وزي ما انا قلت في ناس كتير بتقع في المشكله ديت، ان هي شغل اسكان بتبقى تشطيبها مش كويس، يعني محتاجه تظبيط شويه. فطبعا احنا في الاوض دي الشقه كلها اديناها صناعه عشان نعمل شغل صح وشغل مظبوط، شغل كويس جدا. ادينا صناعه، ضفنا حته كويس جدا، ادينا وش سيلر مائي تقيل جدا علشان الحيطه تبقى جديده، علشان البياض القديم او البياض اللي شغل اسكان عاملاه بيقشر، كل ده بيتقشر، كل ده بيتقشر. سقف الحمام انا عايز اقول لكم بالتفصيل كده شغل ايه، وطبعا رقمنا هيكون موجود لان في ناس كتير بتقع كتير في التشطيب شغل الاسكان بيكون مش مظبوط. بقالي فترة ما ظهرتش في القناة، بس إن شاء الله هنشوفوا شغل حلوين، وهنشوف الشقة دي متشطبة إن شاء الله قريب جدا. فشوفوا معانا كده الشغل دوت إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. تشوفوا الشقة دي متشطبة حاجة روقان، وهيبقى تسليم على الله. يعني الشقة دي إحنا بنسلمها على الله إن شاء الله، بنلقط وبنجهزها على النور، ومعانا كشاف كبير نبدأ نشتغل فيها. هنشوف إن شاء الله تشطيب الشقة دي. طبعا غيرنا إحنا عملنا بيت في الشقة. طبعا احنا السقف والحيط هيتمعجن، السقف كله هيتمعجن، هياخد سكاكين 3 معجون، وهنسلم امرنا ان شاء الله الشغل. ارقامنا موجوده للي عايز يتصل بينا ان شاء الله، وللي هيتصل بينا باذن الله عن طريق الفيديو ده يتصل بينا ويكتب تاريخ الفيديو، هيكون ليه سعر مختلف تماما، وهنكون مريحينه في السعر قوي قوي قوي. اللي هيتصل بينا نعمل له شغل او نعمل له شقه اسكان او غير شقه اسكان، ويكتب لنا تاريخ الفيديو بس، ويقول لنا تاريخ الفيديو على الواتس او في التليفون، وهيكون ليه ديسكاونت مش طبيعي ان شاء الله باذن الله. سلام.